مدينة تحت الحصار الكيميائي. مقدمة: العصر الذهبي للتوازن. تخيلوا مدينة نيورو سيتي وهي قلب دماغنا. إنها مدينة مزدهرة تدار بالكامل عبر شبكة مذهلة من الكيمياء السائلة، حيث كل فكرة وشعور وحركة هي عبارة عن رسائل تطلقها ملايين الخلايا العصبية. في أيامها الهادئة كانت نيورو سيتي تعيش عصرها الذهبي، تديرها فرقة أوركسترا متناغمة من الناقلات العصبية. كان قائد هذه الأوركسترا هو جابا، وهو ناقل الهدوء الذي يملك مفاتيح جميع المكابح. كان دوره أن يضمن السكون والانسياب، وأن يقول دائما: لا داعي لكل هذا التوتر. الفصل الأول: هجوم الخطر الكاذب وتضخم اللوزة. كانت المدينة محمية بنظام إنذار قديم لكنه فعال، تقوده نقطة حراسة تسمى اللوزة الدماغية أميجدلا، مركز استشعار الخطر. عندما كان يظهر خطر حقيقي مثل نمر في العصور القديمة، كانت اللوزة تطلق صفارة إنذار ضخمة. في الوقت الحاضر لم تعد الأخطار نموراً، بل أصبحت مواعيد نهائية وتوقعات اجتماعية ورسائل إلكترونية ملحة. أطلقت اللوزة الدماغية إشارات استغاثة متتالية لكل هذه الضغوط، مفسرة كل إزعاج على أنه خطر يهدد الحياة. هذه الإشارات المتكررة لم تعد تمنح اللوزة الراحة، وبسبب نشاطها الدائم بدأت اللوزة الدماغية في التضخم لتصبح جرس إنذار مكسور يدق بعنف عند أي ضجيج بسيط أو حتى صمت. أصبحت المدينة بأكملها تعيش في حالة تأهب دائمة. الفصل الثاني: الجنرال كورتي يتحول إلى مستبد. عندما تدق صفارة الإنذار ينهض فورا الجنرال كورتي الكورتيزول من مقره في الغدة الكظرية. وظيفة كورتي هي إنقاذ المدينة. يضخ طاقة طارئة الجلوكوز في شرايينها، ويوقف جميع الخدمات غير الضرورية مثل الهضم والإصلاح الخلوي، ويبقي السكان مستيقظين ومتأهبين. المشكلة أنه لم يعد هناك وقت لإطفاء الإنذار. الجنرال كورتي الذي كان بطلا تحول إلى مستبد دائم الحكم. بقاؤه في السلطة أدى إلى استنزاف موارد المدينة، والأخطر من ذلك بدأ في تدمير أهم مبانيها، الحصين هيبوكامبوس. الحصين هو مكتبة الذاكرة ومركز التمييز في المدينة. تضرره جعل المدينة تنسى كيف تهدأ. لم يعد بإمكانها التمييز بين موعد غداء متأخر وكارثة حقيقية، فكلاهما يطلقان نفس الاستجابة الكيميائية المبالغ فيها. الفصل الثالث: انهيار شرطة الهدوء وتآكل السعادة. في ظل هذا الهجوم الكيميائي بدأت الأوركسترا تنهار. 1. المهدئ جابا ينسحب. ناقل الهدوء جابا لم يعد يستطيع الصمود. بعد محاولات متكررة لفرملة النشاط المفرط للخلايا استنزفت قواه وضعفت مستقبلاته. وبما أن المكابح ضعيفة أصبح الدماغ في حالة دوس دائم على دواسة البنزين دون وجود من يضغط على الفرامل. هذا هو الشعور بالقلق المعمم، الجسم في حالة طوارئ مستمرة بلا سبب منطقي واضح. 2. المهندس سيرو يتراجع. وفي المقابل تراجعت أسهم المهندس سيرو السيروتونين مسؤول السعادة والرضا. أصبحت رسائله أقل فاعلية، وقلت حماسة السكان الخلايا للحياة. شعور اليأس وسوء المزاج تسلل إلى المدينة، مما جعل القلق يبدو أعمق وأكثر ظلمة. أصبحت نيورو سيتي سجينة حلقة كيميائية مغلقة. التوتر يرفع الكورتيزول، سهم متجه لليسار. الكورتيزول يضاعف المكابح جابا ويدمر الحصين، سهم متجه لليسار. ضعف المكابح يزيد القلق، سهم متجه لليسار. القلق ينشط اللوزة الدماغية المبالغ فيها، فتبدأ الدورة من جديد. الفصل الرابع: المقاومة والعودة إلى القيادة الواعية. الخبر السار هو أن سكان نيورو سيتي لديهم القدرة على إعادة البناء الكيميائي. 1. إعادة تدريب اللوزة الدماغية. التأمل واليقظة mindfulness هي بمثابة جلسات تدريب مكثفة للوزة. عندما نتعلم مراقبة أفكارنا دون الانجرار ورائها، فإننا نرسل رسالة واضحة إلى اللوزة بأن هذه مجرد فكرة وليست نمرا. هذا يقلل من حجمها ونشاطها تدريجيا. 2. وقود جابا من جديد. التمارين الرياضية تعمل كمحفز طبيعي لإنتاج الإندورفين والسيروتونين، مما يساعد على تلطيف الأجواء في المدينة.
كما أن النوم العميق هو أهم وقت لإعادة شحن مكابح جابا وتقويتها لمواجهة ضغوط اليوم التالي. 3. القيادة التنفيذية. الفص الجبهي. العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي هو عملية لتقوية المدير التنفيذي في المدينة، وهو الفص الجبهي. هذا الجزء مسؤول عن التفكير المنطقي والتحكم في المشاعر. عندما نغير طريقة تفكيرنا في الخطر، فإننا نوقف إشارة الاستغاثة الأساسية قبل أن تصل إلى الجنرال كورتي، ونعيد القيادة الواعية إلى المدينة. في النهاية، القلق ليس خطأ في الشخصية، بل هو خلل كيميائي قابل للتعديل. فهم هذه الكيمياء هو بداية رحلة استعادة السيطرة وتحويل مدينة التوتر المنهكة إلى نيورو سيتي متوازنة وهادئة من جديد.